اللي لسه لحد دلوقتي ما بدأوش يعني. لحد ما بدأوش هيبقى وصل لحد بيتفرج هنا ليه؟ سوري سبويلرز. اهلا بيكم من على الكنبه، واخر حلقه في من سلسله اخر واحد فينا. حزين جدا دي وانا بجد يعني دي اول سيريز بدأنا بيه الشانل واول فيديو فيعني موضوع المسلسل ليه معزه خاصه عندنا بسبب الحوار ده لوحده، فلو لقيته شويه ده فده في ليه سبب يعني. بالظبط كده. طيب خش على 9 بقى على طول. ندخل على 9. ماشي. مبدئيا كده انا كنت خايف قوي ان هي اقصر حلقه في السيزون. انا كنت قلقان من الحوار ده. الموضوع ده كان مخيف بالنسبه لي، خصوصا ان انا عارف ان في حاجات كتير مفروض تتقال بقى، وطبعا حوار المستشفى وكل الكلام ده، فكنت خايف. اصلا انا كنت عارف ان هم هيخلصوا سيزون 1 بس كنت قلقان اللي هو طب ليه يا جماعه، بس قلت كده كده هم ادرى ومش هيعملوا كل ده ويكروتوا الدنيا في الاخر يعني. بالظبط. عجبتني برضو الانترو على طول، ان هو دخل لك الموضوع بمامة الي وجاب لك بقى بدايه الي خالص. وبالمناسبه برضو اللي عامله مامة الي اللي هي انا دي الي في اللعبه. هو جاب لك في اخر حلقتين اللي كان عامل جول الفويس اكترز، وروشه قوي ان انت بتجرب بقى البرسبكتيف بتاع الي وبرسبكتيف حد تاني ونفس الكلام لجيمس. فالموضوع كان روش بالنسبه لهم قوي يعني. بس بقى نخش بقى موضوع الولاده، ويحاول يوصل لك ازاي ان الي اميون يعني. وان هي التمثيل بتاع اشلي جونسون اللي هي عامله مامة الي دي كانت عامله الدور جامد الصراحه يعني. هي وصلت الاحساس في الكام دقيقه اللي طلعت فيهم كانت الجو بالظبط. وسبحان الله شبه بيلا رمزي فعلا. يعني انا ما كنتش شايف ده غير لما شفت الحلقه. الطفل يعني الي برضه فاهم نزلت على دماغها وهي صغيره يعني. لو ريتاردد او حاجه مش هستغرب لان هي وقعت وقعه بنت لذينه يعني. بس جاب لك ان هي معضوضه اصلا. الجامب بتاع الانفكتد اللي دخل عليها الرانر ده كانت جامده قوي. الخضه دي اللي هو هعمل ايه انا بولد يا بنتي اعمل ايه بقى. راحت من الخوف راحت زلطها يعني. كانت يعني تنشن قوي بالنسبه للي بيحصل بالظبط. ومريان لما دخل مارلين ده 3 حلقات في يوم واحد. الموضوع عمال يخش في بعض يا جماعه. 4 حلقات كمان. كان اسمها ايه؟ مارلين. عشان كده تقريبا في حلقه قلت مارلين. لسه مجمع مارلين يعني برضو باين لك ان هي كانت تعرف امها وليها علاقه وبتاع، عشان يبين لك هي ليه كانت مهتمه بيلي في اول حلقه غير طبعا الساوي التاني اللي هنجيله في الاخر. فكانت برضو حاجات من الفلاش باكات الجميله اللي احنا متعودين عليها في لوست. بس بالظبط. نرجع لإلي في الوقت الحالي. هي وجول بيوريك بقى قد ايه الاحداث بتاعت الحلقه اللي فاتت مؤثره على إلي. هي مش مركزه ومسهمه كده وبتاع، وجول بيقول لها حاجات وجول بدأ بقى مهتم بيها وبيتكلم معاها هو ومش عارف ايه، وهي بقى موالة تعالي علم الجيتار وبتاع. وهي طبعا تفكر في اللي كان هيحصل لها وبتاع. كده مش سهل يعني. برغم كل ده واول ما شافت جيراف رجعت طفل عادي. الموضوع ده عجبني ده بيجيب لك اللي هو كل اللي هي فيه ده، بس لسه الجانب الطفولي بتاعها ده بيطلع عادي يعني. مش هي في الاول في الاخر طفل. كان عاجبني قوي ان انا متخيل ان كل اللي بيحصل في الحلقه الاخيره ده من جيم بلاي. كل اللقطات كده تحسها ولما بتنزل له السلم راح واقع وبتاع. فلا كانت تاتشات جامده كده من نفس الستايل. عموما الطريقه اللي دخلوا بيها الفاير فلايز في وسط السين فجاه، اللي هو هما كانوا بيقولوا النكت السخيفه ومش عارف ايه وبيتمشوا عادي، بعدين في الباك جراوند ورا بليرد بتلاقي حد بيتحرك وبعدين بيقوم رامي القنبله. كانت حركه قويه قوي الصراحه. بس الحته بقى اللي في المستشفى نفسها الكونفرونتيشن انا ساعه كنت مستنيك تشوف شوف اللي انت بتستناه يعني. شوف بقى انت هتبقى ايه رايك في الموضوع، ويعني مع اللي هو عمله ولا ضد ولا ايه كل الكلام ده. انا لسه ما يعني لسه احنا خالصين حلقه من شويه فلسه ما حطيتش الاوبينيون بتاعي 100%. بس يعني ايه ده يعني فاهم مش هينفع. هو بجد الموضوع صعب مورالي. الموضوع صعب جدا قوي كده. بعد كل ده وبعد الريليشن شيب بينهم والبوند اللي هم عملوها زي بنته خلاص بقت زي بنته وبتاع،
وبعدين يقول لك هنموتها عشان ننقذ البشريه، فهو بقى ايه انا مش هخسر بالنسبة سارة له مرتين بالظبط يعني فعلا. ده اللي بيدور في دماغه، بس انت من العالم كله. حرفيا يعني انا ما يعني صدقت لقيت يعني بقيت زي بنتي حرفيا زي سارة، فمش هخسرها فالموضوع كان مرتين. معضلة كبيرة، بس مفهوم هو عمل كده ليه طبعا، بس يعني من بوينت اوف فيو العالم نفسه لا هو غلطان طبعا طبعا يعني بس طبعا بالنسبة للناس المتعلقة بالبوند دي فتقول لا إلي طبعا بس بالظبط. يعني. هو اهم حتت في المستشفى غير الاكشن اللي هنجيله، الكونفرونتيشن ما بين مارلين مارلين وجو في وجون الأول. في الاول آه. لما كانت بتحكي له ايه اللي هيحصل فعلا، مم. وبعدين الريفيل بالراحه ان الصدمة هو على وش بيدرو باسكال وهو هيعملوا حاجه في دماغها في البرين بتاعها أيوه. فهيضطروا يموتوها. طريقة الشرح برضو كانت حلوة ان هو بالظبط. فاكر ان هو الكورتسيبس جوه، فاكر ان هي عندها مهم. يعني الطريقة دي كانت لذيذة. فهمونا هي ليه اميون، ليه ممكن تبقى بالظبط. اميون يعني مم. وبتاع. وبعدين بقى هو بدأ يبان ان هو بروتكتيف ومش عارف ايه الحتة لما اللي وانفالي هو وديها لي دلوقتي وبتاع، اه بيدرو باسكال بالتمثيل كده كده يا جدعان والله عظيم فشخ. انا الراجل ده بعشقه والله. انا عايز ابدأ ماندالوريان سيم، سيزون كنت لسه 3. اقول لك انا عايز اشوف سيزون 2 عشان سيزون 3 عشانه انا فاضل لي حلقة بوبا فيت بس اللي هو بيطلع فيها دي، وبعدين ابدأ سيزون انا 3 على بجد طول. مش هقدر يعني، انا اتعودت ان انا اشوفه كل اسبوع خلاص. انا هخش اه على ماندلوري، ممثل جبار والله. الحتة اه. بقى الاكشن الرهيب اللي في الحلقة دي، آه. هو تحسه زي ما عمرو كان بيقول تحسه جون ويك هو قلب قلبه ما هو كان بيهزرش. لازم يوريك الجانب ده من جول اكتر يعني، اه وريها لك في التعذيب هو بالظبط، هو بس. وراك حتت منها حتت throughout بالظبط. المسلسل وفي كله. الاول خالص لما الجارد ده كان اه هيضربهم وراح منفعل عليه، بيجيب لك اللقطات اللي جول ممكن يعملها عشان حد بس بالنسبه له زي فاميلي وبيخاف عليه. بالظبط. فانت ممكن تشوف عنف منه قد ايه، اللي هو مش هشوف قدامي انت اصلا. بقى شفت اللي هو كل العنف شفته في انت الحلقة دي. بتقول له انا عمليه عشان ننقذ العالم، فهو بيقول لها طب هي فين يعني، فاهم اللي هو ما فيهوش ما مم. تتكلميش معايا اصلا. لا هي ف كانت مرعبة ان هو مفيش حرفيا مفيش رحمة. هو قتل واحد، ضرب التاني بالطلقة في رجله، قال له يا فين، قال له مش قام بدماغه ما عندوش انا وقت. مش هضيع وقتي معاك فاهم. الراجل يعني هو ضرب من 2 3 والراجل استسلم له، رمى السلاح على الارض، او لما رجع انت قام شايف مديله ممكن تيجي في من ظهري دماغه ولا برضه، حاجه فما فاهم، استناش. خدها. وكل شويه بقى يضرب، يخلص السلاح ياخد سلاح تاني، جون ويك ده حرفيا الطريقه اللي برضو اللي عملوا بيها السين ده جامد قوي، بسبب ان هو حسسك ان السين في دماغه، هو جاب لك السين من منظوره هو، ان في حته راح كاتب لك الصوت بره واكنه هو مش شايف حاجه قدامه. ايوه لما كان توطى في الضرب النار كاتمه كده قوي وشغل يعني صوت الساوند تراك يعني مش اشتغل. سامع. كانت هو مش سامع وانت سامع بس صوت مكتوم كده، ضرب م. النار. لان انت هو جايب البرسبكتيف بتاعه ان هو مش شايف حاجه قدامه، هو عايز يوصل لإلي بالظبط هيجي قدامي فاهم. فهو ده حرفيا. اللي هو كان بيتعامل بيه. كان عاجبني قوي البرسبكتيف ده، ان هم وصلوا لك ان مخليك مكانه عشان تبقى عارف هو يعني واخد اه الموضوع ازاي، زي مثلا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت في البانيك اتاكس والحاجات دي. ايوه الطريقه دي برضو بتعجبني قوي. لحد طبعا ما دخل الاوضه وراح للدكتور يعني الدكتور يعني قال لك انا مش الملحقش. هسيبك تاخدها، فاهم، لا ماسك له مش مشرط هسيبك تاخدها. ما استناش طخ ملحقش حتى يعطس يقطع الكمام حتى اه يتفاهم معاه فاهم. لو انت لسه هتعمل لي بالمشرط خد فاهم. الموضوع ده ليه طبعا كونسيكونسز رهيب في سيزون 2 بس يعني ما علينا طبعا فاهم. الحمد لله ساب الممرضتين عايشين يعني يعني كتر كتر خيره خيره يعني. فاهم. وراح واخد إلي ونازل. المشهد ده كان مؤثر قوي برضه في اللعبه. فكرة ان هو قتل مارلين في الاخر دي، اه اللي هي عمالة تهدى ومش عارف ايه، وبعدين فجأة ضرب اللي هو ضرب في انا ممكن النار. انسى كل حاجه ونعدي الموضوع على خير، اللي هو على خير ايه انا مسميه خير فاهم. وراح مديها مطلعه له حرفيا سلام يا بنت العبيطة فاهم. راح مديها واحده، واللي هو جاب لك بعد كده ان هي كانت لسه عايشه وبتاع، وراح لها قال لها هتيجي وراها تاني وبتاع، فاللي هو انا هخلص لسه على الموضوع. هتكلمه تاني، قام مديها في دماغها بالظبط. انا خلاص ما مش هريسك ان تستناش. انت تيجي اه تهانت هيرو بتاع والكلام ده، فنقطع الشك الشك باليقين باليقين بالظبط كده بس. وراح واخدها واتكل على الله. بعدين في العربية بقى مم. ما كان قعد بقى يكذب عليها عشان ما اه يحسسهاش ببردن او حاجه، اللي هو لا ده طلع فيه كتير وهي ممكن زيك تكون هي مش كانت عارف ايه. تبقى هي ضده. هي شكلها ما صدقتوش قوي، لان اه هي قالت له سوير ان انت في الاخر. الكلام ده صح وبتاع.
وهو قال لها اي سوير، بس حاسس ان هي لسه مش هتصدقه قوي. وطبعا بقى يعني اللي هو كذب عليها كده عشان ما تحسش بالذنب وبتاع، وبعدين ما يعرفش هو المفروض راجعين رأيها بقى هيبقى ايه لتومي. برضه. هو يعني هو بيعمل كده بطريقه بروتكتيف. هو امم. ممكن حتى يكون حاسس ان هي ممكن تبقى شايفه ان هو كانت لا تموت عادي، اه. فهو ما يعرفش رأيها هيبقى عامل ما ازاي. هو في الاغلب هو كان عارف، ما لما اسمها ايه قالت له مارلين، قالت له ان انت عارف هي ان هي هتعمل الصح، فهو عشان كده كدب عليها، ما اضطرش يخليها اللي هي تاخد القرار. هو ايوه، ما قفل هو الموضوع هو خالص. عارف ان هي يعني صغيره في الاول في الاخر، فانا بتعامل كاني بيرنت ليها. فدي كانت الفكره يعني، ان هو يعني بيتعامل كبيرنت، واللي هو انا مش هاخد رايها وهداري عليها عادي، زي ما فاهم الاهالي بيكذبوا على اولادهم عشان بالظبط اه. شايفين ده المصلحه ليهم وكده. طبعا ده هيبقى ليه برضه تاثير في سيزون 2. هنبقى نشوف بقى، نتكلم في الاخر نتوقع ايه من سيزون 2 كل الكلام ده. بعد بقى ما شفت وكل الكلام ده، مستني متوقع ايه من سيزون 2؟ بص او قبل ما بصراحة نخش على يعني التوقع، ايه اجمالي رأيك؟ السيزون ده ايه رايك؟ لا طبعا المسلسل كل اسبوع بنقول قد ايه هو عظيم في دي حقيقة الحلقة وبره الحلقة، وفي كل حلقة وما بين الحلقات وفي كل حتة. بجد يا جماعه. احنا حتى آه، ممكن تبقوا شايفين ان احنا مكبرين شويه، بس يعني انا بالنسبه لي عشان لعبت لعبه وبعشقها، فانا متعلق بالمسلسل ده بطريقه مش طبيعيه. اه بلس ان ده اول حاجه لينا في الشانل، فاحنا كده كده متعلقين بيه زياده. بس ده ممنعش ان هو مسلسل جامد كده كده ومتعوب فيه، بالظبط. واحسن ادابتيشن للعبه اتعمل لحد دلوقتي. وسيزون ممتع. هو ممكن نشوفه في حلقتين جلوا منه او بتاع، بس انا شايف ان هي كدراميا ما ضايقونيش. اه وبالذات انا حاسس انه كمان الحلقات دي بيشتموا بعض آه. الكلام. انا شايف ان الحلقتين اللي انت بتتكلم عليهم دول خلاص، الناس اللي كانت بتشوف اسبوع باسبوع ممكن تحس بكده. بس لما تيجي بقى حد خلاص هو الحلقات خلصت فهيبنج، مش هيحس ان هو مش بطيء. هيحس بدي. عادي هيخلص الحلقة يخش على بعديها يلاقي الاكشن رجع ومش عارف ايه، فمش هيحس بان هو لا الحلقة دي كانت بطيئة، الحلقة دي مش عارف ايه. دي حقيقة. فده هيبقى يعني هيعلي المسلسل اكتر. وانا زي ما قلت في الاول خالص ان هو ممكن يبقى من الحاجات اللي هي المسلسلات الجامده قوي، الحاجات الستيبلز المعروفه، جيم اوف ثرونز، بريكنج باد، بيكي بلايندرز، الحاجات دي هو عنده بوتنشال ان هو يعمل حاجه دي زي حقيقة. كده. وانا هو بس فكره ان هو فكرة ان هو عشان مش طويل ادابتيشن قوي، لعبه. ومش طويل قوي ان هو مش يفضل عايش كذا سنة، اكيد فيجمع كل شوية فان بيز اكبر. بس انا اعتقد ان هو كده كده يعني واخد معاه طبعا فان بيز الجيم الجيمرز نفسها. والناس اللي اصلا بتحب الحاجات الثريلر وكده. اتمنى ياخد مقدار اكتر من كده، لان في طبعا ناس اللي ما تحبش مثلا حاجه رعب، اللي مش عارف ما ايه، بتحبش الحاجات الزومبيز مثلا. فكل الكلام ده. بس كده كده مش هيقلل منه يعني كمسلسل. استمتعت بيه اوي لحد دلوقتي. ممكن معرفش هيبقى رانكو ايه في باقي مسلسلات السنه دي، بس هو كده كده انا في الاوائل اه يعني كده كده اتليست اول 5 يعني. كده كده من غير هزار اه يعني انا استمتعت بيه، سواء قصة او سينماتوجرافي او تمثيل، هو كامل بالنسبة لي. بالظبط كده. انا برضو زي ما قلت هو مسلسل حلو قوي. كبداية بقى سيري ونهاية ليه، نبدأ تقييم مثلا تديله كام؟ يعني انا بحب ارجع في كلام كتير بس عشان تبقوا اه. عارفين. فانا هديله 9 دلوقتي، بس محتاج له شوية وقت عشان احنا اديله تقييم كده حقيقي. لما ان هو بنعدي ممكن على الحاجة شوية او عادي بنشوفها تاني ممكن رأيي اقلله او يختلف. ازوده عادي، بس هو انا هديله دلوقتي 9. ان انا مش هدي يعني هو مسلسل لسه خلصان، مم. فمش هديله 10. تمام ده اولا. وانا يعني بحب حاجة امشي ياخد بمبدأ 10. كمان لله وحده اه في ساعات بالظبط، يعني كتير. 10 دي صعبة اوي بس. بس مش هديله برضو 8، فاهم يعني لا. هو 8 ونص 9 كده كده زي الفل انا فاهم. برضو بالنسبة لي 9 حلو يعني. كنت اه بفكر في 9.5 بس قلت 9 حلو. 9 ونص حلو، ممكن تخليك انت 9 ونص عشان يبقى عشان اختلاف فيديو فاهم. جيم خلاص، عشان اه نميزها كده 9.5 و9. يعني خد جرانتد ان يعني اتفرجوا عليه يا جماعة. اللي لسه اتفرجوا لحد ايه. دلوقتي ما بدأوش يعني. اه لحد ما بدأوش هيبقى وصل لحد بيتفرج هنا ليه. سوري سبويلرز. معلش. يعني ما علينا يعني، بس الساعة واحدة وكده يعني. حصل خير. بس يعني اللي عايز اوصله ان ما اعرفش يعني اكيد اللي اتفرج ممكن اراءه يختلف بالنسبه لنا، بس تمام يعني احنا كده اه كده عنده لا يفسد تقييم الود مختلف. قضيه يعني عنده قول تقييم في كومنتس مختلف. ايوه بالظبط كنت لسه اقول. قول يعني لنا في الكومنتس ايه تقييمك وليه، يعني ليه مختلف ايه اللي معانا مثلا في عجبك ايه اللي ما التقييم عجبكش، كل مثلا. الكلام ده، ونسبه ترقبك لسيزون 2
وبالنسبه لنسبه الترقب بقى انت مستني في سيزون 2؟ والله يعني انا بقالي فتره في الحياه عموما ما بترقبش الحاجه. انا مطفي بالي شويه. يعني بالذات ان انا بقى ما اعرفش اي حاجه عن، انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن ذا لاست اوف اس الاولانيه قوي. هتلعب اللعبه دلوقتي انا كده كده انا برضه بس انت يعني دي حاجه كده بس كده دي حمستني اكتر ان انا عايز العب اللعبه الاولانيه والثانيه. ما اعرفش طبعا هتلعب الحق التانية العب قبل سيزون 2؟ ما هو ده لسه ما اعرفش، بس احتمال يعني لو دخلت في مود اللي هو هلعب الاثنين. انت فعلا لو دخلت في مود ولعبت واحد هتشدك للتانية. يعني عايز اشوف ممكن على سيزون 2 بس ان شاء الله ابقى كمان اخد تجربه بقى اللي هو ان انا ابقى زيك بقى، اللي هو انا لاعب اللعبه ونخش بقى ندقدق مع بعض. بالظبط. خصوصا ان اللعبه التانية كجيم بلاي وكلعبه هي جامده قوي. طبعا هتبقى الاكشن اجمد عشان اصلا الاكشن بتاع لاست اوف اس عامه رهيب يعني. ما هو الحلقات الكومباريزن ما بين الحلقه واللعبه، اللعبه فيها حاجات دمويه اكتر وحاجات مش عارف واقعي قوي. الطريقه الكومبات كده الهاند تو هاند هي اصلا مركزه اكتر على الهاند تو هاند. يعني طبعا اسلحه والحاجات دي صعب تلاقيها، بس يعني روش قوي. مستني ايه بقى من سيزون 2؟ توقعات لسيزون 2 انا كده شفت يعني عارف ايه اللي هيحصل سيزون 2. خايف من سيزون 2 لما يجي. وانا بتفرج على الحلقه الاخيره كده شايف يعني نتيجه اللي بيحصل ده، شايف هو اوريدي بتحصل قدامي. فيعني تمام، فبجهز نفسي اللي هيحصل. انا قلقت بصراحه يعني انت هتقلق. بص يعني انا مش هطمنك قوي، مش عايز احرق، بس سيزون 2 مليان يعني لعبة تقيلة وفيها أحداث كتير وفيها شخصيات كتير، وهيبقى فيها بقى آراء. يعني أنت مثلا لو شايف إن في انقسام ما بين اللي جو عمله ده صح ولا غلط، فأنت هتسأل نفسك مليون مرة في الجزء التاني أصلا. فهتسأل نفسك كتير بقى وفي هو أحداث على كتير. فكرة ده اللي أنا يعني ممكن أتوقعه فعلا، وده اللي يحلي المسلسل أكتر أو القصة عموما. يعني نيل دراكمان عامل شغل عالي، فانا متوقع منه ان هو يعمل حاجه زي كده طبعا، لان هو يبني لك الاحداث على الحته دي ويوريك قد ايه الكونسيكونسز بتاعته تودي في داهيه قوي مثلا، او تفتح لك بقى مجالات قصه كتير. كده هيبين لك ان العمل ده مش هيعدي كده بالظبط. ده يبقى يعني حاسس ان هو ريتش من ناحيه الستوري ويطلع حاجات جامده قوي، فده مترقب له. ماشي تمام. فهو كده انت بقولك يعني تحمس. سيزون 2 مليان حاجات طبعا عليه اراء متناقضه كتير لكذا سبب، بس ما ينكرش ان هو كده جامد. يعني في حاجات مش احسن حاجه، بس معرفش هيعملوها هو ولا هيغيروا في حاجات. انا مع الاتنين، يعني مع ان هم يغيروا او ما يغيروش، بس بعقليه نيل دراكمان ما اعتقدش ان هو هيغير حاجه الصراحه. فيعني مستني. يعني في حاجه بس وحيده مش مستنيها بس يعني هعمل ايه؟ يعني انا كده مستني السيزون ده. خلاص اتعودنا على المسلسل الصراحه. بالظبط. بس بقول لك كده هيحطك في طريق اللي هو انت محتار ايه اللي صح وايه اللي غلط. هيحيرك في كذا طريقه كده. الستور دي الحاجه الاساسيه اللي هتمشي بيها سيزون 2، اللي هو تشكك في المعتقدات او انت مع مين وضد مين وكده. خلصنا هنفتقد اخر واحد فينا. عارف اللي هو الشعور اللي هو الفضا اللي بعد ما تخلص حصل والله. يعني احنا قاعدين هنحس بيه دلوقتي، والناس اللي قاعده بتتفرج برضو اعتقد هتحس بيه. يعني طبعا هتقول في مسلسلات طبعا نازله تانية يا شباب. يعني في مسلسلات نازله تانية، بس مش هتبقى برضو بالنسبه لنا زي لاست اوف اس. بالظبط. يعني في تيد لاسو جاي بس يعني صح، ده كمان كام يوم، كمان يومين. خير بس يعني برضو اخر واحد فينا ليه معزه خاصه كده وبس. يعني يقولوا لنا ايه رايكم زي ما قلنا في الكومنتس كده، ولو عجبتكم الحلقه دوسوا لايك وشير بالظبط وسبسكرايب والجرس. يعني اهم حاجه شويه دعم كده حلوين. وبس. يعني دي نهايه سيريز اخر واحد فينا فور ناو. انتظروا سيزون 2 ان شاء الله، عوده السيريز تاني. متقلقوش مش هنروح بعيد. قصة أروع وحاجات تروش. بالظبط. مش عايز الحلقة تخلص. حاول تقول أي حاجة تانية. مش عايز شيكوا بقى على بقية الفيديوهات. هتلاقوا فيديوهات في كل حتة على الشاشة. يعني مش كل حتة قوي بس هتلاقوها هنا، يعني هنحطها لكم. وطبعا لو ما عملتوش سبسكرايب هتلاقوها فوق على وشي نفس الحركة بس يلا نشوفكم في الفيديو الجاي بقى والسيزون الجاي. سلام.